لابد أن تأتي بابتسامة المحبة وجرب. جرب والله. شوفوا هذا أخوي حسين معي وداني للشارقة قبل أمس، كان عندي محاضرة، واقف عند الإشارة والتفت له على يميني هندي، طبعا مو أبو غالي، أبو غالي إماراتي. التفت له على يميني هندي، أول ما التفت ابتسمت بوجهه وضحكت وكلمته. وش قال يا حسين؟ يقول أنت صديق معلوم أنا؟ أنت صديق معلوم أنا؟ وش معناه؟ يعني أنت تعرفني؟ قلت لا أنت ما في يعني لازم أنا ابتسامة يعني. استغرب الرجال، بس تكلمت معه شوي ولعت الإشارة ومشينا وهو واقف قايل كذا منبهر، لأنه ما لقى حد تبسم بوجهه. قلت تبسمت وجه هندي يا أبو غالية عند الإشارة؟ لا عند الإشارة لا. ليش؟ طال الدرب يا شيخنا. طال دربك، ما على يمينك واحد بجنبك؟ على يمينك ما في أحد؟ على يمينك في الإشارة لحالك أنت ماجي لحالك؟ لا ما في هنود عندنا شيخ. لا ما في هنود. أبو غالية ما في هنود. يا حليلك. بصرف النظر هندي باكستاني أخوة في الضيف علينا في بلادنا، صح ولا مو صح؟ إخواننا الوافدين اللي جايين من سوريا من مصر في بلادنا ضيوفنا، هل تبسمت وجهه؟ والله واحد لبناني يا إخوان في الرياض، لبناني في الرياض في العلية، وقف عند إشارة وابتسم بوجهه وسلم عليه، قال خيو شو بدك؟ اي والله يا إخوان. قلت ما بدي حاجة. اي والله. قال ليه بتسلم علي؟ قلت مسلم يسلم. قال خيو انا من زمان في هذا البلد اول مره يسلم علي واحد. يقول لي اي والله، يقول اول مره واحد يسلم علي، اول مره واحد يبتسم له. لانه فعلا ترى صارت عندنا الا من رحم الله ابتسامات لمن نعرف، ابتسامات لمن ايش؟ لمن نعرف. فنتبسم ابتسامه نسميها ابتسامه ايش؟ ها يا اخوان؟ المحبه.